في ناس كتير السرعه اللي تبقى واصله لهم مش هي السرعه المناسبه لاحتياجاتهم، يعني مثلا تلاقي ناس خطوطهم ضعيفه بتشيل 10 ميجا او 15 ميجا هم عايزينها تبقى 30، وناس تانية خطوطهم بتشيل 30 و40 بس هم عايزينها تبقى 50 و60 و70، وناس خطوطهم بتشيل 100 وعايزينها تبقى 200 و300 و400. ومش بس السرعه، يعني في ناس برضو الباقه بتاعتها بتبقى مش مكفيه، ان هو مثلا شغله بيتطلب منه جيجات كتير جدا فمشترك على اكبر باقه اللي هي 600 جيجا، وبيضطر ان هو يشحن باقات اضافيه، والباقات الاضافيه بتبقى غاليه في بعض الشركات. ولكن سيبك بقى من الكلام ده كله، انا جاي النهارده اقول لك على طريقه هتقدر تضاعف بيها سرعه الانترنت عندك وتضاعف بيها باقه الانترنت عندك لاي عدد من الاضعاف، سواء السرعه او الباقه على حسب احتياجاتك. لان احنا النهارده هنتكلم عن توزيع الاحمال، او بالمعنى الدارج هو الدمج. هو مش دمج ولا حاجه، الناس بتقول عليه دمج، بس هو توزيع احمال، وهقول لك ليه كمان شويه. يعني ايه توزيع احمال؟ نفترض دلوقتي انا مثلا الخط بتاعي اخره 30 ميجا، انا مشترك على 30 ميجا ومحتاج اكتر من كده، فبروح اجيب خط تليفون تاني واشترك فيه برضو على الانترنت، سواء من نفس الشركه او شركه تانيه، على 30 ميجا برضو، واجيب الخطين دول اعمل لهم احطهم في سيرفر واحد او في راوتر واحد. البي سي بتاعك عايز يعمل داونلود لملف، الملف ده مساحته 10 جيجا، هيحمل 5 جيجا من الخط ده و5 جيجا من الخط ده. هو ثانيه واحده بس معلش عشان نسيت اقول، هو انت لسه ما عملتش لايك؟ انت ما عملتش لايك الجميل بتاعك؟ اعمل لايك الجميل بتاعك وانزل اشترك دلوقتي في القناه عشان يوصلك كل جديد، وعلشان تشوف الجمدان ده محتاج لايك يا جماعه، محتاج لايكات كتير. في تفاصيل كده هقولها لك برضه في اخر الفيديو، ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك في توزيع الاحمال وليه مش كل الناس بتستخدمه. ولكن دلوقتي تعالوا كده نعمل توزيع احمال على خطين. عندنا خط من شركه وي بسرعه 30 ميجا، وخط من شركه نور بسرعه 30 ميجا برضو. والراوتر اللي احنا هنستخدمه النهارده في الدمج هو الميكروتك راوتر بورد. طبعا في اجهزه كتير جدا ممكن تستخدمها في الدمج. على فكره انت كل خط من دول اللي هو بيبقى جايب سلك تليفون عندك لازم يركب في راوتر اساسي، يعني راوتر سواء بتاع شركه الانترنت او ايا يكن. وبعد الراوتر الاساسي بيبقى عندك بقى راوتر بورد او راوتر بتاع دمج من اي شركه. في شركه بتبقى عامله راوترات بص انا بقول دمج برضو زي الناس ما بتقول غلط. راوتر لتوزيع الاحمال هتلاقي شركات عامله لك، مثلا تي بي لينك عامله راوتر لتوزيع الاحمال، هظهر لكم صورته دلوقتي. فانت بتركب الراوتر الاولاني في بورت والراوتر الثاني في بورت، والجهاز بتاعك بقى او اللي هيخرج للاجهزه بتاعتك بقى يركب في اكسس بوينت او اي حاجه ده في بورت ثاني بقى اللي هيخرج الانترنت. فتعالوا كده نفتح الراوتر بورد الجميل بتاعنا علشان نشوف هنعمل ازاي الموضوع ده. لو انت ما شفتش الفيديو اللي احنا شرحنا فيه ازاي تعمل كونفيجريشن بتاع ميكروتك فلازم تشوفه لو انت عايز تعمل اللود بالانس، وعشان اشرح لك واعلمك ازاي تعمل اللود بالانس دلوقتي، عشان انا هكمل على نفس الانساب الميكروتك نفس الاعداد بتاعت المره بتاعت الفيديو اللي فات، عشان هنكمل عليها دلوقتي. فانت فعلا لو خلاص مقرر وهتعمل لود بالانس لازم تتفرج على الفيديو الاولاني اللي انا سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن علشان يشرح لك الميكروتك ده اصلا بيعمل ايه، وازاي بقى تحدد سرعات الاجهزه اللي عندك وتحدد جيجات وكوتا للاجهزه اللي عندك. موضوع رهيب. وتيجي بقى تكمل معانا هنا في الفيديو ده عشان هنكمل الخطوات واوريك ازاي بقى تعمل لود بالانس. لو انت مش بتطبق معايا الخطوات دلوقتي خلاص ما ترجعش تشوف الفيديو اللي فات، يعني كمل اتفرج بس شوف الفكره هتتعمل ازاي واللود بالانس وهناخد ازاي مجموع السرعه دلوقتي. لو تفتكروا في المره اللي فاتت احنا قلنا ان الميكروتك ده بيبقى فيه 5 كروت لان، احنا قفلنا 3 منهم وشغلنا كارتين، كارت اللي احنا هناخد منه الانترنت والكارت اللي بيبقى راكب في الراوتر. وزي ما قلنا برده الميكروتك ده بياخد اي بي زي اي جهاز عشان يقدر يشوف الراوتر، فالاي بي اللي الميكروتك واخده كان 192.168 علشان يشوف اي بي الراوتر اللي هو 192.168.1.1. لو حاسس ان انت متلخبط ولفت معاك اتفرج هتفهم كل حاجه في الاخر. انا زيك كده يعني وانا لسه بتعلم كنت حاسس ان انا مش فاهم اي حاجه. احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا في الكارت رقم 2 ده هنشغله كده، وانا وصلت فيه الراوتر دلوقتي بتاع شركه نور. الراوتر ده اللي هو بتاع شركه وي بدل ما انا مسميه وان هسميه وي، يعني عشان برضو نبقى ايه مش متلخبطين وعارفين ده انهي شركه. واللي هو التاني ده هسميه نور. الكارت ده راكب فيه خط بتاع شركه نور. هاجي هنا الادرسز ادي الراوتر بورد بتاعي اي بي. مش انت عشان الموبايل بتاعك يقدر يشوف الراوتر ويسحب منه انترنت الموبايل بيسحب اي بي؟ الراوتر بورد برضو لازم ياخد اي بي زي الموبايل عشان يقدر يشوف الراوتر. الراوتر بيبقى 1 الموبايل بيبقى 1 اي حاجه. هنا مثلا احنا مدينه 1.50. بس ثانيه واحده، هينفع يبقى الراوترين بنفس الاي بي والميكروتك؟ طب الميكروتك هيعرف بقى الاثنين 1 طب هيكلم انهي واحد ازاي؟ فبالتالي انت هتخش على صفحه الراوتر مثلا، وليكن الراوتر بتاع شركه نور، انا دخلت على الصفحه بتاعته من اعدادات النتورك بتاعت اي راوتر، غيرت الاي بي خليته بدل 192.168.1.1 خليته في الاخر 2.1. فانا هاجي كده اعمل اد هنا عشان اخليه يشوف الراوتر بتاع شركه نور واقول له 192.168.2.50 مثلا اي حاجه بدير الجهاز على 24. واحد يقول لي يا انيس يعني ايه على 24؟ دي السبنت ماسك اللي هو 255.255.255.0 اللي انت بتكتبها عشان تبقوا دول 254 اي بي او 256 اي بي. مش وقته النهارده نشرح السبنت ماسك، يعني ده اصلا بيبقى حوار. بس من هنا بقى من الاي بي راوتس كده
ده المكان اللي بيقول يعني اللي انا بقول فيه الجيت واي، بحط فيه الجيت واي للراوتر بورد، اقول له تسحب الانترنت منين، الانترنت اللي انت هتوزعه لي. فانا كاتب له هنا اي بي واحد، فالموضوع مش بالسهوله ان انا اعمل له اد واحط له بقى الاثنين واحد بتاع الراوتر بتاع نور عشان يطلع لي الانترنت. يعني مثلا لو جينا كده نبص على الانترنت عندنا دلوقتي وقلنا له سبيد تيست، ما نلاقيه كاتب واخد انترنت من شركه وي، لان هو ده الاي بي اللي مكتوب وهو خط التعويض اهو سحب 40 طبعا عشان بيتست على سيرفر وي فبيدي اكتر من ال 30. ونور مش سحب اي حاجه، مفيش انترنت من شركه نور. طب تعالوا كده نغير حاجه بسيطه، يعني مثلا الاي بي ده هنخليه 2 1، اقول له اسحب لي الانترنت ده من شركه نور مش من شركه وي، وارجع كده على جوجل كروم اعمل ريفريش كده بس الموقع ده، هو عمل اهو ريفريش دلوقتي وجاب لي اهو ان انا شغال على نور. طب هعمل سبيد تيست من شركه نور، لا انا غيرت بس الاي بي جوه، قلت له تسحب من انهي، هلاقيه دلوقتي اهو سحب انترنت من شركه مين؟ من شركه نور، ومديني اهو 29 ميجا ومش عارف ايه، وسحب من نور. طب انا عايز اخليه يسحب من الاثنين بقى مع بعض. ركز معايا بقى كويس جدا، لو انت هتطبق الخطوات دي ورايا ركز، لو انت مش هتطبقها ورايا ما تركزش قوي، بس افهم الفكره عشان برضه هتتبسط. هنخش على اي بي فاير وول مانجل وهنقول له هنا اد، هقول له في رول انا هطبقها، بس هو دلوقتي بيسالني هتطبقها على مين، هقول له على الاي بيهات بتاعه الخروج بتاعه الراوتر بورد بتاعي. احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان الراوتر بورد ده مش بيطلع 192.168 زي الراوتر العادي، احنا عملناه طبعا هو بمزاجنا، احنا مش عايزين بس احنا عملناه يطلع 10.0.0.1. فانا هقول له الحاجات اللي احنا هنعملها دي هتطبق على ال 10.0.0.0 على ال 24. يعني ايه 000 على 24؟ يعني من 10.0.0.1 ل 10.0.0.254، يعني كل الناس اللي هتشتغل على الراوتر ده هيتطبق عليها الرول دي. واقول له الكونكشن ستيت اللي احنا هنعمله ده نيو. بعد كده هنيجي على اكسترا وهقول له ان تي اتش عشان دي طريقه اللود بالانس اللي احنا هنشتغل بيها، والافري طبعا هنعملها على 2 لان ده عدد الخطوط اللي احنا هنعملهم لود بالانس، والباكيت 1 لان ده الخط الاول احنا بنعمله دلوقتي. هنيجي هنا على الاكشن واقول له ده مارك كونكشن، اقول له مارك كونكشن ده رقم 1 لانه بتاع الخط الاول. انا لما جيت ادرس الكورس بتاع ميكروتك في الاول كنت حاسس ان انا مش فاهم اي حاجه، بس الموضوع بسيط جدا والله يا جماعه، محدش يقلق ولا يتخض، هو انت مع الوقت هتحس ان الموضوع سهل جدا. بعد كده هقول له اوكي علشان اضيف الرول ده، وبعد كده هنعمل شفت اللي احنا عملناه يا عم، مش هنقاد جديد، هناخد من ده واحد كوبي كده من اللي احنا عملناه، نغير فيه بس ايه، نقول له ده بتاع الخط رقم 2 وهنسميه المارك كونكشن بتاعه 2، وهقول له اوكي ادينا ضفناه. شفتوا السهوله يا جماعه، الموضوع بسيط جدا. بس المارك كونكشن اللي احنا عملنا فيه الان تي اتش ده مش بيظهر عندي هنا في الراوتس، يعني انا عايز اختار هنا، انا عندي هنا مارك راوتنج، فعايزين نعمل دلوقتي مارك راوتنج ياخد من المارك كونكشن ده يديني انا هنا في الراوتس عشان اقدر اديله من الخط بتاعي. فهقول له اد واحط برده هتطبق على نفس الاي بيات بتاعتنا دي، وهنا المارك كونكشن احنا كريتناه هنا اهو، هو بيقول لي ايه المارك راوت ده، هقول له على المارك كونكشن اللي احنا عملناه اصلا، وهاجي هنا في الاكشن اقول له ده هتطلعه لي فين بقى في المارك راوتنج علشان يظهر معايا في الراوتنج مارك لما نيجي نضيف الخط. واقول له والله ده مثلا انا عايز اسمه رقم 1 ابلاي كوبي، هاخد منه واحد تاني هقول له ده بتاع رقم 2 وهتعمله لي 2. خلصنا. انا حاسس ان انت قلقت في الحته اللي فاتت دي، بس هي بسيطه جدا وتافهه، والله تافهه جدا. عدها كده الموضوع بسيط، احنا ما كملناش 10 ثواني. عايز تعمل اكتر من 3 خطوط الموضوع برده بسيط، يعني هتبقى 3 رولات و3 على 1 3 على 2 3 على 3. تعالى كده بص معايا، لو جينا هنا مثلا نخش على الراوت عشان بقى نضيف الخطوط اللي الراوتر بده يسحب منها، هنخلي الاساسي ده مثلا 1 1 ونعمل منه كوبي. هنقول له مثلا ده هيبقى على الراوتنج مارك الاولاني، واقول له ابلاي، وهضيف الخط الثاني اللي هو بتاع شركه نور اللي هو 2 1، وهقول له ده هيبقى على الراوتنج مارك الثاني. بس خلصنا، يعني والله بجد خلصنا كده، احنا معانا مجموع سرعه الخطين. شفت الموضوع بسيط، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه. يعني مثلا تعالى كده افتح يا عم سبيد تيست كده، دلوقتي هو فتح معانا جايب لنا شركه نور. طبعا هو في يعني ايه، مره هيرمي، ما ده عشان ده توزيع احمال مش دمج، فمره هيرمي على نور ومره هيرمي على وي، بس في التيست عشان بيسحب من اكتر كونكشن او في الداونلود هياخد من الاثنين. بس سيبك من اللي بيتكتب هنا، هو مره هتلاقي كاتب لك كده ومره كاتب لك كده. ماشي، هنختار السيرفر بتاع شركه ايدج يونو ونقول له اوكي. شركه بقى ليها سيرفرات في مصر، دي حاجه محمسه جدا. المفروض كده دلوقتي اوبا خدنا سرعه الخطين، دلوقتي بقى معانا 60 ميجا. بصوا كده يا جماعه، شركه وي مطلعه لي 40 ميجا ونور مطلعه لي 29 ميجا دلوقتي، واخدين بالكم؟ واخد انا دلوقتي بقى معايا 60 ميجا، ضعف السرعه. طب الابلود، في ناس تقول لك توزيع الاحمال ما بيظبطش في الابلود وبيبقى ضعيف ومهيس وحوارات كده. طب تعالى نشوف كده سحب ابلود من الخطين ولا لا. ساحب من الخطين، ومطلعه هي 3 ميجا ولا 4 ميجا ابلود، ونور مطلعه 3 ميجا. الابلود برده شغال. انا هفهمك ليه ساعات الابلود بيهيس، بس يعني ايه، انا بوريك دلوقتي ان الدنيا شغاله اهي وجميله وزي الفل. طب تعالوا كده نعمل داونلود، يعني ده مثلا ويندوز من موقع مايكروسوفت، هقول له ستارت داونلود. بصوا الداونلود عندي كام دلوقتي، وسحب اهو من الخطين. طبعا هو في الداونلود بقى جاب لي الفعلي، يعني شركه وي الفعلي بتاعها 30 ونور عشان اريا في الراوتر 30 بس، فبتدي 29.
فانا دلوقتي هو واخد ايه مجموع سرعه كام؟ 59 ميجا. ما تنكرش ان الموضوع جامد. يعني تخيل بقى جبنا الخط الثالث والرابع والخامس والسادس وعلى فكره يعني انت ممكن تقول لي الراوتر بورد اللي عندي اخره 4 بورتات بس، لا انت ممكن تعمل الاثنين في واحد. طب تعالوا بقى نتكلم في الكلام المهم. يعني خلاص موضوع اللود بالانس جميل وحلو، طب ليه برضو في ناس تقول لك عليه في مشاكل، ساعات بيبطل الانترنت، ساعات بيهيس، ساعات ما بيظبطش؟ لان انا زي ما قلت لك ده توزيع احمال. يعني لازم الموقع اللي انا داخل عليه او بفتح منه مثلا، ما فاتح مثلا وليكن فيسبوك، انا قاعد بقلب فالفيسبوك يبقى فاهم ان هو بيرمي على اي بي فهيخلي جزء من الصور اللي هتظهر على خط وجزء على خط. تعالى اوريك دليل على الكلام ده عشان برضو ايه تبقى معايا في الصوره. لو جينا كده في داونلود مانجر هتلاقينا عامل هنا 32 كونكشن، يعني هو بيرمي فيه 32 اتصال بيوصل يعني الداونلود بيوصل بيهم بالسيرفر، فعلشان كده بيرمي 16 منهم، الراوتر بيرمي 16 منهم على الخط الاولاني 16 على الخط الثاني. بس انا لو عملت كده وان كونكشن بس، عملت الداونلود ده يجي باتصال واحد بس، هاجي كده اعمل داونلود، بص كونكشن واحد عندي تحت هنا اهو رامي على خط واحد، مش هياخد من الخطين، رامي على الخط بتاع وي. طب مثلا نوقف ونشغل تاني، ممكن يرمي على بتاع نور وممكن يرمي على وي تاني اهو، المره دي رامي على نور. واخدين بالكم؟ على حسب الموقع بقى اللي انت بتفتحه فعلا بيدعم ان هو ياخد من كذا كونكشن ولا لا. كل الداونلود بيقدر ياخد من كونكشنز كتير جدا. اي ملف هتحمله من طبعا من السيرفرات القويه المشهوره هتلاقيه بيرمي فيه كونكشنز كتير، ايا كانت عدد الخطوط اللي انت هتحمل منها، فالداونلود هتاخد المجموع السرعه كلها. ولكن تخيل كده انت فاتح فيديو على يوتيوب او فيديو على فيسبوك، للاسف كل الفيديوهات كونكشن واحد، الفيديوز ما بتشتغلش على اكتر من خط. طب الموضوع ده ممكن يبقى مفيد في ايه؟ انت عندك 3 4 موبايلات في البيت، فالاربع موبايلات دول لو الاربعه فاتحين فيديوهات، 2 منهم هيرموا على خط و2 هيرموا على خط، بس الفيديو الموبايل الواحد مش هيقدر ياخد سرعه الخطين كامله وهو فاتح الفيديو. تعالوا نجرب. هنفتح دلوقتي اليوتيوب، هنفتح مثلا الفيديو ده بتاع احمد الجرنوسي المحترم. حبيبي يا جرنوسي لو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي، لو جينا كده نقدم عشان يبدا يلود ويحمل، بص رامي على خط واحد. يعني دلوقتي هو واخد من الخط بتاع نور بس، يعني ما رماش على الخط الثاني، الفيديوهات بترمي على خط واحد. نقدم مره كمان اهو، يعني ناسي ان في خط تاني بتاع وي. دي الفيديوهات. طيب نعمل كده ريلود نشوفه هيرمي على ايه دلوقتي. المره دي رامي على نور برضو، نعمل له ريلود كمان مره نشوفه هيرمي على وي ولا مش ناوي النهارده يرمي على وي. رمى على وي اهو، دلوقتي هو اشتغل على وي مش على نور. فبالتالي يعني الجرنوسي مره يشتغل على وي ومره يشتغل على جدعان. الجرنوسي من اجدع الشخصيات اللي انتم ممكن تعرفوها في حياتكم حرفيا وبدون مبالغه. طيب فانتوا كده فهمتوا موضوع اللود بالانس بيتعمل ازاي. وهيجي واحد دلوقتي يقول لي يا انيس انا ستريمر والابلود عندي 3 ميجا. بص يعني لو جبت خط تاني ابلود 3 برضه، فانت مش هتاخد 6 ميجا ابلود في الاستريم، لان كل يعني البلاتفورمز اللي انت بتستريم عليها وكل البرامج بقى او بي اس والحاجات دي ما هي بتشتغل بكونكشن واحد، فهترمي على خط واحد. حتى لو انت مركب 10 خطوط مش هتستفيد اي حاجه. وكل مواقع الابلود على فكره جوجل درايف والاي كلاود كله بيرمي على خط واحد، يعني انت مش هتستفيد بزياده في الابلود الا في موقع واحد بس اسمه ميجا، هو اللي بيفتح اكتر من كونكشن انت بتعمل ابلود، فده اللي هتلاقيه بياخد معاك سرعه الابلود كلها من كل الخطوط. فالخلاصه ان اللود بالانس يعني هو حل عبقري وجامد جدا، ينقذ ناس كتير في حاجات كتير جدا. ممتاز في الداونلود، مع عندك هتجيب مجموعه خطوط وهيتنزل ملفات بسرعات رهيبه وتزود بقى زي ما انت عايز. جيد جدا في التصفح وانت بتفتح بقى مواقع والستريمنج والحاجات ديت. لو انت عندك اكتر من جهاز، لو هو عندي 5 6 10 اجهزه في البيت، هو الراوتر هيقعد يهندل بقى يرمي نص الكونكشنز هنا ونصها هنا، بس انت في الفيديوهات والمواقع مش تعرف ان انت تاخد في الفيديوهات مش تعرف ان انت يعني تاخد سرعه الخطين على فيديو واحد وبس. يعني اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وهيفيد ناس كتير. انا عارف ان في ناس كتير سرعات الانترنت عندها مش مكفيه شغلها ومش مكفيه الملفات الكبيره اللي هي بتنزلها، او مثلا حد السرعه على الخط عنده اخره 5 ميجا فيجيب خطين يبقوا 10 يوزع عليهم احمال الموبايلات اللي في البيت باي راوتر، فالموضوع معاه هيبقى احسن. ناس مثلا بتستهلك اكتر من 600 جيجا فمحتاجه تجيب 600 و600 على السرعه العاليه، علشان لو قعدت تشحن باقات اضافيه في الشركات اللي هي بتحبها او مرتاحه معاها الباقات الاضافيه فيها غاليه او ما بتعرفش تجدد الباقه تجديد مبكر، الموضوع ده هيبقى مفيد جدا ليكم. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit